ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مع حنان اللول، والنهارده جايه افطركم. ازاي جايه افطركم؟ جايه اعمل معاكم النهارده اكلات من الاكلات الشهيره والمشهوره بيها مصر. من حقنا كمصريين نتكلم عنها ونصدعكم بيها. يلا نشوف النهارده هنعمل ايه. هنعمل طبق فول مدمس. هو مش طبق بصراحه، هنعمل كميه ونفرزها مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. هنعمل فول مدمس بطريقه حلوه وسهله جدا وبسيطه. يلا نشوف هنعملها ازاي. بس يا ريت انت وجايه ما تنسيش تعملي لايك وشير، تعليق حلو منك ليه حنان اللول. يلا نسمي بسم الله. معايا كميه الفول اللي انت عايزه تعمليها، اي كميه. معاكي كيلو، كيلو ونص، نص كيلو، اللي انت قادره تعمليه واللي انت متوفر عندك. تمام. حبايه الفول لازم تنقيها كويس، تحشي منها الحبايه اللي هي خربانه شويه، فيها سوسه، متكسره، علشان كلها تكون نفس السوا. معايا بقى علشان اعمل الكميه اللي معايا دي حوالي كيلو ونص. تمام. هضيف عليها 3 معالق فول مدشوش. الفول ده يا جماعه نفس الفول بس هو متكسر ومتقشر. تمام. ومعايا 3 معالق عدس اصفر، ومعايا 3 معالق رز، الرز المصري بتاعنا البلدي. تمام. خلاص كده هنجهز دول على جنب ونسيبهم. التوابل بتاعتي عايزه منك يا ست الكل فصين توم وطماطمايه وليمونه واحده، وكمان حبه كمون حصى. دول بس اللي انا محتاجاهم منك. يلا نشوف بقى هنعمل ايه. اول حاجه هنسمي بسم الله طبعا، وننقع الفول بتاعنا ده. ننقعه بميه عاديه، ميه من الحنفيه، ميه فتره. تمام. هننقعه ليله كامله. هنا حاجة مهمة جدا، تنقعيه ليلة كاملة. ليه يا ست الكل؟ عايزة اقولك ان الفول علشان تاخد شوية فول عاملين زي الزبدة كده، لازم يكون منقوع من قبلها عشان ما ياخدش معاكي سوا كتير على البوتاجاز. تمام. عايزة اقولك ان انت تاخدي طبق فول، لا فول ايه ده، فول زي الزبدة بالظبط كده، حاجة دوبان وطعم روعة. يلا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. نقعت الفول بتاعنا وسبته لتاني يوم، وجيت تاني يوم رحت مغيره الميه بتاعته. وعايزه اقول لكم هنا حبايه الفول هتمسكيها في ايديك تلاقيها بتتكسر. هنا بتبقى خلاص يعني زي مرحله النابت. لما بتيجي تنبتي النابت بتنقعيه الاول وبعد كده بتحطيه في قماشه علشان يبقى ملدن كده وينبت معاكي. شايفين حبايه الفول بتتكسر ازاي في الوقت ده طبعا؟ وبالطريقه دي مش هياخد معاكي سوا كتير. طبعا كلنا عارفين الفول مدمس بياخد بالست ساعات على البوتاجاز. عايزه اقولك بالطريقه دي حلوه جدا جدا. بس يا ريت بقى ما تنسيش لايك وشير وتعليق حلو لحنان اللول. هنجيب بقى الدماسه بتاعتنا ايا كان بقى شكلها عندك. انا عندي الدماسه دي بتاعت ماما، ربنا يبارك لي فيكي. ضفتهم فيها وحطيت عليهم بقى ميه مغليه. تمام. انتوا بتضيفي كده. عايزه تضيفي بقى الحبيبات اللي انت حطاها، البقوليات اللي هي موجوده معاكي من بدايه الفيديو براحتك خالص. مش عايزه تضيفيهم من بدايه الفيديو تقدري قبل ما يخلصوا سوا. فانا حطيتهم من بدايه الفيديو ليه؟ علشان من بدايه المرحله، علشان انا عندي الفول مش هياخد سوا كتير على النار. فعبال ما بيستوي العدس وكمان الفول المدشوش والرز هيكون الفول بتاعي استوى. تمام. قلبتهم كويس كده وهضيف عليهم الحاجات اللي انا قلت لكم عليها. فص توم تقريبا مش واضح عندكم هنا في الكاميرا، بس هتضيفي فص توم وطماطمايه وكمان معلقه كمون حصى. عايزه اقولك معلقه الكمون الحصى دي هتفرق معاكي جدا. دي ميه بقى مغليه يا جماعه بتضيفيها عليها. خلي الميه تكون اكتر من مستوى الفول بتاعك بحبه كتير علشان ده هينقص. وعايزه اقولك في الاول ادي هنا طماطمايه. باقي المكونات حابه تضيفيها براحتك، مش حابه تضيفيها براحتك برضو. انا ضفتها بس بعدين. معايا هنا السر بقى اللي هيخلي الفول بتاعك حاجه كده بروفيشنال. دي معلقه نشا. معلقه نشا يا جماعه، تقلبيها في حبه ميه بعد ما يستوي الفول بتاعك. شايفين استوى؟ شايفين لونه جميل قوي ازاي؟ كمان الكاميرا ظلماه بصراحه. هوريكم دلوقتي ان هو استوى، بس هو كان سخن جامد عليا فجبت صينيه وحطيتها عليها. خلاص هنا هاجي في المرحله دي علشان الفول بتاعي يربط كده ويكون جميل. شايفين الزبده؟ حاجه بصراحه روعه. هجيب بقى معلقه النشا اللي انا دوبتها في حبه ميه وهنزل عليهم على النار. تقلبتين بس بسيطه كده هتلاقيه كله لف كده وبقي حاجه تحفه. تمام. هتلاقيه تقل كله في نفس السماكه اللي انت بتجيبيه من على عربيات الفول وكمان المطاعم بتاعت الفول والفلافل والحاجات الحرشه دي.
حاجة تحفة. احلى طبق فول هتاكليه في حياتك، عليه بقى معلقة طحينة، معلقة زيت زيتون، عصرة ليمون، براحتك بقى. ان شاء الله انتظروني في فيديوهات جاية، هعمل لكم 6 انواع من الطبق الفول للفطار، حاجات كده روعة. ده الفول بتاعنا النهاردة خلص. اتمنى يعجبكم. اللون بتاعه جميل جدا وحاجة كده ممتازة. القوام حاجة حلوة قوي. يعني بصراحة انا مش لاقية كلام هقوله، بس هو فعلا طبق الفول ده الفطار مش بيحلى غير بيه. واحنا كمصريين من عشاق الفول والفلافل والحاجات الحلوة دي. ده فيديو النهاردة، اتمنى بقى يعجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير. لو اي حد بيعمله بطريقة تانية يا ريت يقول لنا في الكومنتات. ولو عجبتكم الطريقة بتاعتي وباضافة معلقة النشا دي، عايزة اعرف انتوا كمان بتضيفوها ولا لا، وقولوا لي في الكومنتات عجبتكم الطريقة ولا لا. ولو حد جربها ما ينساش يقول لنا رأيه في الكومنتات. وكمان عايزة اقول لكم ان انا بفرزه ازاي. بجيب حبة من الفول زي البولة اللي انا غرفاها دي، بضربهم في شفشق الخلاط وبعبيهم في اكياس بيكون تقيل كده وجميل. وده فول بالزبدة عادي، وده اللي انا معبيه في الاكياس اللي انا فرزانه في الفريزر. بعمل كمية كتيرة. النهاردة كنت عاملة حبة صغيرين، بس انا في العادة بعمل كمية كبيرة. يلا بقى اسيبكم في رعاية الله، ومش هصدعكم اكتر من كده، والسلام عليكم.